حكاية قديس وشهيد، تعال نعرف قصة المولود أعمى وإنه يسوع أتم عملية الخلق. إزاي يسوع خلق واحد وهو كان كبير في السن ده، لكن اللي حصل إن هو كان مولود أعمى ملوش مكان عينين من أصله، لكن رب المجد يسوع المسيح أول ما شافه تحنن عليه، والتلاميذ في الوقت ده سألوا يسوع أهذا أخطأ أم أبواه؟ فرد عليهم يسوع قال لهم ولا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن علشان يتمجد اسم الرب. وفي الوقت ده يسوع بطأ على الأرض وتفل على الأرض وصنع طين ووضع على عينين المولود أعمى، وقال له روح اغتسل من بركة سلومي. وبركة سلومي كانت مسافتها بعيدة عن المكان اللي هم واقفين فيه، وراح غسل عينيه من هناك وفتح بعديها، وفرح جدا انه هو فتح ورجع مبسوط وفرحان. لكن كانوا اليهود ما بيخلوش حد تكمل فرحته، والناس فضلت تسأل فيه مش انت اللي كنت مولود أعمى؟ قال لهم انا هو. فلما قال لهم كده راحوا قالوا له طب ازاي فتح؟ قال لهم انا اعرف حاجة واحدة، ان انا كنت اعمى والان ابصر، وان في انسان وضع طين على عينيا وقال لي روح اغتسل، وانا رحت اغتسلت. اليهود اتغاظوا في الوقت ده وراحوا سالوا اهله باباه ومامته وقالوا لهم هو ابنكم ده مش كان مولود اعمى؟ طب ازاي فتح؟ حصلت له ايه؟ فراحوا هم خافوا ان هم يردوا عليهم باي حاجه يمنعوهم من دخول الهيكل. راحوا قالوا لهم هو عندكم كامل السن، وكامل السن كانت في وقتها يعني معدي سن ال30. فراحوا سالوه تاني، راح انت مش كنت مولود اعمى؟ قال لهم ما انا قلت لكم قبل كده. راحوا قالوا له طب ازاي فتحت؟ انا اعرف حاجه واحده بس، ان في انسان صنع طين ووضعه على عينيا وقال لي روح اغتسل من بركه سلومي، وانا رحت واغتسلت، كل اللي اعرفه ان انا كنت اعمى والان ابصر. ولما قال لهم هو انتوا عايزين تكونوا تلاميذ لي؟ فشتموه وطردوه وقالوا له احنا تلاميذ للنبي موسى اللي هو مدينا الوصايا، احنا مش تلاميذ ليه. وقعدوا يغلطوا فيه وشتموه. فبعديها شاف رب المجد يسوع المسيح، ويسوع سأله سؤال أأنت تؤمن بابن الله؟ قال له هو مين يا سيد ابن الله؟ قال له أنا هو ابن الله. ففي الوقت ده الراجل آمن برب المجد يسوع المسيح. ودي كانت قصة المولود أعمى، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.